النهاردة هنتكلم عن قاتل متسلسل بيعتبر من أخطر القتلة المتسلسلين في التاريخ، لويس جارافيتو. يمكن الاسم ده يكون عدى عليك ويمكن يكون معداش، لكن اللي أنا حابب أقوله لك إن أنت أكيد مش هتتخيل اللي الراجل ده عمله. جارافيتو من مواليد سنة 1957 كولومبيا، مشهور هناك بالوحش. سنة 96 اعترف بقتل واغتصاب وتعذيب أكتر من 147 طفل. أنت متخيل الرقم؟ أنت متخيل الوحشية؟ الشرطة لما وصلت هناك لقيت شوية جثث وهياكل عظمية لضحاياه بعد الاستعانة بخريطة هو بنفسه اللي رسمها بعد القبض عليه. لكن الشرطة لما راحت هناك لقيت أكتر من 300 هيكل عظمي في الأماكن اللي دلهم عليها. وسائل الإعلام والجرايد وصفوه بأن القاتل المتسلسل الأسوأ في التاريخ. فإيه رأيكم؟ تعالوا معايا كده في رحلة سريعة في حياة جارافيتو، يمكن نفهم الوحشية دي جت منين. جارافيتو اتولد يوم 25 يناير سنة 1957 في مدينة جينوفا كولومبيا. كان الأخ الأكبر لسبع أخوات كلهم ولاد. أبوه كان راجل عجوز، كان بيتعمد دايما يهينه ويعامله وحش. مش بس كده، جارافيتو أثناء المحاكمة بتاعته اعترف إن أبوه للأسف اعتدى عليه وهو صغير. أي حد كان بيدخل بيتهم في الوقت ده كان بيلفت نظره حاجة مهمة: كمية أزايز كحول فاضية مرمية في كل مكان مغرقة شقتهم. ده طبعا لأن أبوه كان راجل سكير ومدمن، كان من الآخر كده ما ينفعش يتسمى أب. لما وصل لسن 16 سنة قرر إن كده خلاص هو ما بقاش قادر يستحمل، عشان كده قرر يهرب ويبدأ حياة جديدة. بدأ يشتغل على طول بعد ما ساب البيت، وبمرور الوقت قدر يثبت كفاءته في الشغل ويخلي أصحاب الشغل كمان يثقوا فيه. وده اللي خلاه يسافر في كل أنحاء كولومبيا عشان يتابع تطورات شغلهم. ومع تكرار السفر قابل حبيبته وصديقته الوحيدة. كل اللي يعرفوا جرافيتو في الفترة الزمنية وفي المرحلة دي من حياته كلهم بيوصفوه إنه واحد من أرق وأطيب الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك. أنت متخيل؟ الشخص ده في فترة من حياته كان كل اللي يعرفه بيقول عليه شخص رقيق وطيب جدا وخلوق. فيا ترى ايه اللي خلاه يتحول 180 درجة بالطريقة دي ويوصل للبشاعة دي؟ تحول جرافيتو كان مع الوقت وضغوط الحياة وبشكل غريب. كل قاتل متسلسل وليه علامة مميزة في ضحاياه. في حالتنا هنا كان السن والنوع. جرافيتو كان غالبا بيستهدف الولاد الصغيرين اللي أعمارهم بتراوح من 6 ل 16 سنة. كان مشهور قوي بذكائه، كان لئيم، كان بيستدرج ضحاياه من أطفال الشوارع اللي كانوا مالين كولومبيا في الوقت ده. جرافيتو كان بيقرب من ضحيته وبيبدأ يشوف ايه الوسيلة اللي ممكن يكسب ثقتها بيه. غالبا كان بيستدرجهم بالفلوس أو الحلويات. بعد ما يتأكد ان هو كسب ثقتهم بيبدأ جرافيتو يشتكي ان الشغل كتير عليه، وبشوية تردد بيعرض على الطفل مهمة سهلة بمقابل مادي ضخم. الطفل عادة بيصدق وبيطمع. جرافيتو كان بيتقمص شخصيات معينة قريبة من الأطفال، شخصيات سهلة يثقوا فيها. يعني مثلا هو قال في اعترافاته انه تقمص شخصيات مثلا كاهن، مزارع، شخص مشرد، مندوب مبيعات، تاجر مخدرات. هتستغرب وتقول تاجر مخدرات ازاي والاطفال يثقوا فيه؟ يا صديقي العزيز، انت في كولومبيا ومش في اي وقت، ده في سنة 1990. فلك ان تتخيل في الوقت ده مين كان موجود. طبعا كلنا عارفينه يعني. دايما كان بيختار الشخصية الأقرب للطفل علشان يعني يصدقه وما يقلقش منه. الحقيقة إنه كان شاطر، ما كانش سهل أبدا. بعد ما كان يستدرج الطفل كان بيبدأ المرحلة الجديدة وهي مرحلة التعب. كان بيتعمد إن هو ياخد الطفل ويمشي مسافات طويلة في طرق مرهقة لحد ما التعب بيسيطر على الضحية. وكل ما الطفل أو الضحية بتتعب أكتر كل ما يقدر جرافيتو يسيطر أكتر عليه لحد ما يوصلوا لمكان الجريمة. في البداية كان بيربط ايدين الطفل بشكل قوي ومؤلم جدا،
وبعد كده كان بيتلذذ بتعذيبه، ولما بيتعب من التعذيب كان بيعتدي على الطفل وبعدين يقتله. وزي ما قلنا لكل قاتل متسلسل في بصمة، ودي اللي الشرطة بتعرف منه ضحاياه. بس جرافيتو كانت بصمته مختلفة شوية. كان بيقطع عضو الطفل وبعدين يدفنه ويقعد يشرب لحد ما يسكر تماما، وبعدين بيرمي ملابسه الداخلية وازايز الخمرة الفاضية جنب الجثة ويدفنهم ويمشي. في سنة 92 دي كانت السنة الفارقة في تاريخ جرافيتو، لأن في السنة دي كتر اختفاء أطفال الشوارع وخصوصا اللي ما بين سن 6 ل 16 سنة لفت نظر البوليس الكولومبي. بسبب الحروب الأهلية اللي كانت بتحصل في كولومبيا في الفترة دي كان صعب جدا أي حد يسيطر على العدد الضخم ده من أطفال الشوارع، خصوصا إن مفيش إحصائية رسمية بعددهم، وحتى لما بيختفوا محدش بيهتم إن هو يقدم بلاغات باختفائهم، محدش كان بيدور عليهم لحد سنة 97. السنة اللي البوليس الكولومبي اكتشف فيها مقبرة جماعية فيها عدد ضخم من الجثث، وساعتها بدأ تحقيق مهول. فبراير 98 اكتشفوا مقبرة فيها جثتين لطفلين عريانين نايمين جنب بعض ومدفونين في حفرة صغيرة على تلة بره مدينة جنوة الكولومبية، وقريب منها لقيوا طفل تالت. التلاتة ليهم مربوطين بنفس الطريقة ومذبوحين بكل وحشية. واحد من الضباط لقي سلاح الجريمة مرمي على الأرض بإهمال، وجنبه لقي ورقة، الورقة دي مكتوب فيها عنوان. تفتكر ده عنوان مين؟ ها فكر. عنوان صاحبة جرافيتو القديم. تقريبا وقع منه وهو بيرتكب جريمته. طبعا راحوا له خبطوا عليه، ومجرد ما فتحت الباب وشافت الضابط اللي ملامحه غريبة وجيته أغرب، ملامحها اتغيرت تماما. الغضب والخوف اللي ظهروا على وشها كانوا كفاية. كانوا بيقولوا للضابط شعورها ناحيته. قالت لهم انها سابته من شهور طويلة، وسابتهم ودخلت جوه، ولما رجعت اديتهم شنطة فيها حاجته اللي سابها عندها. طبعا ده جرافيتو. خدوا الشنطة وشكروها، راحوا بيها على القسم، وهناك اكتشفوا حاجة خطيرة جدا. الشنطة مليانة صور لأطفال صغيرين، فيها نوتة صغيرة فيها وصف تفصيلي ودقيق لبعض جرايمه وشكل وأوصاف ضحاياه. قدروا بعد وقت قصير ان هم يوصلوا لمحل اقامته، لكن اكتشفوا ان البيت كان فاضي ومهجور. طبعا قرروا يراقبوا البيت. كانوا فاكرين انه يا اما مثلا في رحلة شغل او في رحلة قتل لضحية جديدة من ضحاياه، لكن اللي ما كانوش يعرفوه ان مراقبتهم للبيت مش هتفيدهم باي حاجة. لكن المفاجأة الاكبر ان الصدفة هي اللي هيكون ليها الدور في القبض عليه. راجل عجوز قاعد تحت شجرة في ساعة عصاري هادية كده، شاف راجل عاوز يعتدي على طفل، وفورا خد قرار ان هو يبلغ عنه. وفي يوم 22 ابريل سنة 1999 اتقبض على جرافيتو بالصدفة. وجهوا ليه تهمة محاولة الاعتداء على طفل صغير، وهم بيستجوبوه شكوا انه الوحش اللي بيدوروا عليه، وبرغم اصراره انه بريء، لكن اول ما بدأوا يضيقوا عليه والادلة اللي معاهم اعترف. انهار جرافيتو واعترف. اكتشفوا بعدين ان جرافيتو كان بيعاني من حالة مرضية نادرة في عينه، كانت بتستلزم صناعة نوع معين من النظارات، واللي للصدفة لقيوا عدسة منها في مقبرة جماعية ضخمة لقيوها برضه. ده غير ازاز الخمرة والملابس الداخلية والاحذية اللي لقيوا وعملوا عليها تحليل دي ان ايه، ولقيوا البصمة الوراثية بتاعت جرافيتو لما انهار زي ما قلنا اعترف بقتل اكتر من 140 طفل، واتهموه بقتل 172 غيرهم، واثبتوا عليه قتل 138. مجموع الاحكام اللي اخدها جرافيتو كانت 1853 سنة و9 ايام. ايوه انت سمعت صح على فكرة، 1853 سنة و9 ايام. هتقول لي ايه اللي جاب ال9 ايام؟ هقول لهم قانونهم كده، انا مالي يا عم. لكن القوانين الكولومبية اقصى مدة للعقوبة فيها هي 40 سنة بس، عشان كده حكموا عليه بالحبس لمدة 40 سنة. ما هو تقريبا كده مفيش اعدام في كولومبيا، انا مش متأكد من المعلومة بالظبط، لكن جرافيتو قدر يوصل لاتفاق معاهم ان هو يعترف على اماكن الباقيين مقابل تخفيض في مدة العقوبة.
يعني جرافيتو بمعنى صح اتحكم عليه بعد ما كان محكوم عليه ب 1853 سنة و9 أيام، وصلوا ل 22 سنة بس، بعد الكم الهائل من الجرائم اللي عملها، وبعد كل الأطفال اللي قتلهم اتحكم عليه ب 22 سنة بس. ولحد دلوقتي لسه موجود في السجن، لحد دلوقتي لسه الوحش عايش بيقضي سنين حبسه. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. ما تنساش لو عجبتك لايك يا حبيبي، لايك يا ضنايا، اللايك والاشتراك وعلشان توصلك كل جديد. وسلام.